بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما وبإذن الله. اليوم الثالث كان ترامب ونتنياهو يتوقع سقوط النظام الإيراني في اليوم الأول من هذه الحرب وبعد الضربة الأولى. النظام لم يسقط، النظام صامد. الآن الأمور مرتبة، الأمور انقلبت رأسا على عقب على ترامب. كان يقول إنه بس بدنا 4 أيام، يعني 3 أيام، واليوم الرابع بيجوا الإيرانيين يبوسوا رجلينا وأحذيتنا، بدنا نرجع للمفاوضات. النظام الجديد بده يعني يذهب إلى جنيف مرة أخرى. ما حصل هذا على الإطلاق ما حصل. بالعكس، الآن إيش اللي حصل؟ اللي حصل هو أنه 4 أمريكيين قتلوا، وتم إسقاط 3 طائرات مقاتلة من طراز F-15 في الكويت في قاعدة علي السالم. الامريكان بيقول لك والله ايران صديقه. اي ايران صديقه؟ هذه قاعده جويه وانتم فيها. وفي الكويت، معقول الكويت بتستخدم صواريخ ضد مين؟ متى الكويت اطلقت صواريخ ضد اي طائرات في العالم؟ وسموني مره واحده، حتى في حرب صدام وغزو صدام ومش لم يطلقوا يعني لا رصاصه ولا حتى اللي هي طائرة أو صاروخ يسقط طائرات أمريكية أو غير أمريكية. هذا كذب، بيكذبوا، بيضحكوا على حالهم. هذول محترفين الكذب والخداع والضلال. لا، اللي أسقط هذه الطائرات هي الصواريخ الإيرانية التي قصفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. ومن يقول غير ذلك عليه أن يقدم الأدلة. نحن يعني حقيقة لا نريد أي قصف لأي دولة عربية في الخليج أو غير الخليج. لا نريد أن يستشهد مواطن واحد من أهلنا في منطقة الخليج. لكن هذه القواعد الأمريكية هؤلاء مستعمرون. هؤلاء جاءوا ليس لحماية الدول الخليجية، جاءوا لحماية إسرائيل ولتنفيذ المخطط الأمريكي في المنطقة. هذه الحقائق. كمان إنه الصواريخ الإيرانية ومن طراز خيبر، والله عددهم كبير، ايش بدي من طراز خيبر، ضربوا المكتب الرئيسي لبنيامين نتنياهو، مثلما قصفت صواريخ حزب الله قبل وقف اطلاق النار اللي هو البيت الشخصي لنتنياهو في هرزيليا. الآن وصلت هذه الصواريخ وصلت أيضا أكثر من 150 صاروخ وصلت إلى تل أبيب وإلى القدس المحتلة، وأحدثت أضرار كبيرة جدا. يعني في مدينة بيت يام جنوب تل أبيب دمرت بالكامل، أبراج مدنية أبدا، يعني ناطحات سحاب أيضا ضربت وأسقطت. لكن في تعتيم كامل. حتى الإعلام العربي الآن يعني عنده أوامر بالتعتيم وعدم قول الحقائق. لكن هناك يعني وسائل إعلامية وأمريكية وطنية تقول الحقائق دون أي كذب أو لف أو دوران. بدأت الحسابة تحسب، بدأ الأعداد ترتفع. امبارح كانوا 3 أمريكيين قتلوا، اليوم 4 أمريكيين، وفي 5 آخرين إصابتهم خطيرة جدا. امبارح كانوا 10 إسرائيليين، اليوم اعترفت إسرائيل ب15 قتيلا وأكثر من 500 جريح. من سيسقط ترامب ومن سيسقط نتنياهو ومن سيسقط دولة الاحتلال هي التوابيت. تذكروا هذا جيدا. مين اللي أسقط الحكومة الأمريكية، حكومة جونسون في أمريكا؟ جثث الجنود الأمريكيين في فيتنام. ومين اللي أجبر الأمريكا على سحب كل قواتها 160 ألف جندي من العراق؟ هؤلاء الجثامين الأمريكان اللي رجعت إلى أمريكا في التوابيت.
وأجد أوباما وقال بالحرف الواحد لا نستطيع تحمل الخسائر، وفي نوفمبر 2011 سحب 160 ألف جندي أمريكي من العراق. أفغانستان كمان لما وصل يعني أكثر من 5000 قتيل أمريكي رجعوا لأمريكا في توابيت، على طول انهزموا الأمريكان وانسحبوا، وأدركوا بأنهم لن يستطيعوا البقاء يوما واحدا في أفغانستان. وشفتوا اللي حصل في المهزلة اللي حصلت، الهزيمة، الإذلال للأمريكان في مطار كابول. يعني بديش أذكركم فيه. فهاي القصة الآن الأمور تتغير. أمريكا مقدمة حتى على أزمة ذخائر، أزمة صواريخ. مش ممكن تخوض حرب في أوكرانيا وحرب كمان في إيران، وإيران أخطر لأنه إيران تعتمد على نفسها في إنتاج الصواريخ. هي اللي بتنتج الصواريخ، هي اللي بتنتج الغواصات، هي اللي بتنتج اللي هي المسيرات، وخاصة مسيرة شهد. الجنرال دان كين هذا رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أو الجيوش الأمريكية قال يعني بالحرف الواحد انه احنا سنعاني من ازمه ذخائر، ازمه صواريخ، لان الايرانيين بدهم هذه الحرب ان تكون طويله وان تطول يعني. وهذه الخطه الاساسيه. وحتى الان في هاي يعني موقف ايراني واضح جدا، ستكون حرب اقليميه، هذا ما في شك فيه على الاطلاق. ترامب يعني الان كذاب واحد، يعني فاق نتنياهو في الكذب، بقول لك انه احنا يعني جاهزين للمفاوضات، والايرانيين طلبوا مفاوضات واحنا مستعدين نرجع للمفاوضات فورا. اي وين طلبوا؟ وانت بعد ما اللي عملته الان بتقول والله في المفاوضات؟ طب ما كانوا في المفاوضات، وانتم كنت في المفاوضات مرتين، لم تحترموا المفاوضات مرتين في ايران فقط. المرة الأولى لما قلت لهم إنه إحنا نلتقي يوم الأحد، ورحت قصفتهم في حزيران يوم الجمعة. كمان الآن كنت تقول لهم إنه في مفاوضات في جنيفا ومتقدمة وإحراز تقدم كبير، وأنت كنت متفق مع نتنياهو على الحرب قبل 4 أشهر، وحددتوا تاريخها وحددتوا الخطط في هذه الحرب. وكمان نزيدكم من الشعر قصيدة كمان اللي هي مفاوضات غزة. ننسى احنا مفاوضات غزة؟ 2 سنين كاملين خدعتونا في المفاوضات، وضحكتوا علينا، ولم يلتزم نتنياهو بأي نص جرى التوصل إليه. يعني كانت خديعة، ضحك علينا، ضحك على دقولنا، ونحن ما عندناش دقول بس ضحكتوا علينا. هي المشكلة الأساسية اللي لازم إحنا نتذكرها. الأمر عندما أقول هذه حرب طويلة وحرب اللي هو إقليمية. السلام عليكم عدنا إخواني الأعزاء. إذا كما رأيتم كان هذا هو مختصر الفيديو. نشكركم على حسن المشاهدة، ونتمنى أن تعملوا لنا لايك وتعليق واشتراك في القناة. شكرا لكم.